من بعد الحوار اللي دار فارس المشارك التونسي اللي كان في قسم مناصب، البرنامج اللي كيتصور في تركيا وكيكونوا فيه مجموعة ديال لي كونديدا من مختلف المدن، منهم مغربية، منهم جزائرية، منهم تونسية، منهم لبنانية. المهم الكثير من المدن كاينين دي كونديدا اللي كيشاركوا بهدف انهم يلقاو الحب او شريك الحياة ديالهم. فمؤخرا التونسي فراس مشى ودار انترفيو، مش مؤخرا غير البارح دار واحد الانترفيو اللي دار لو بوز. علاش؟ لانه تكلم على المغربيه زكيه. كل شيء كيعرف زكيه اللي كانت شاركات في الموسم الثاني ودابا رجعت شاركات في الموسم الرابع، فهو هضر عليها على اساس ناوي معاها الزواج. قال علاش لا يقدر يشوفها ناوي معاها الزواج، لانها مرجله، لانها وقفت معاه في واحد الظروف اللي راها صعيبه. يعني قال على انك فوقاش كتعرفي الانسان على حقيقته، فاش كتوقعي في مشكل ماشي في وقت الضحك والنشاط، فاش كتوقعي في مشكل. فكيف ما نتوما شفتوا كان هو عنده مشكل مع الكونديدا اللي كان، لانه هو فايت دخل ضرب واحد الكونديدا وخرج في نفس النهار، يعني في نفس الثانيه، ولهذا الاخر كان دعاه. المهم طرا بيناتهم واحد المشكل، وزكيه جات في الصف ديال المشترك التونسي فارس. من خلال الانترفيو ديالو كيف ما قلت لكم وضح وقال على ان علاش لا ما يشوفش زكيه كزوجه. وهذا الشيء طرح مجموعة من التساؤلات، خصوصا بعد على أنه زكية مؤخرا كانوا خرجوا بعض الأقاويل اللي كيقولوا على أنها هي راها تزوجات بالمشترك المغربي أيوب، لأنها هي كانت دارت معه واحد مجموعة من الصور، هي كانت بالقفطان المغربي، هو كان كذلك باللباس التقليدي. وكانت خرجات إشاعات أو أقاويل كيقولوا على أنه زكية راها مرتبطة وعلى علاقة حب ولا تزوجات بأيوب. هذه هي آخر حاجة كانت خرجت عليها على أيوب، والصدمة اللي كانت قوية من بعد ما خرج فراس اللي كيلمح على أنه كاينه علاقه بيناتهم. وفي نفس الوقت الناس كانوا كيبارطاجيو، وزكيه خصوصا زكيه ماشي تا الناس، زكيه كانت كتبارطاجي في الانستغرام ديالها على انه كل شيء كيشوف على ان ايوب صديق عادي، ولكن بالنسبه راه زعما هو الشخص الوحيد اللي كيوقف معاها، هو الشخص المهم كتشكر فيه وكتقول هو وهو وهو وهو. وكذلك كانت نشرات واحد الصورة اللي الناس حطوها، واحد التصميم اللي الناس داروه وعن حب فارس لزكية. يعني هي هنا خلات الناس كيتسائلوا، واش زكية انتي على علاقة مع فارس أولا عن علاقة مع المغربي أيوب؟ واش التونسي أولا المغربي؟ لأن كما كتشوفوا هذاك راه الانستغرام ديالها ديال زكية بارطاجات هذاك التصميم ديالها مع أيوب، وكذلك بارطاجات التصميم ديالها مع فارس. والناس هنا بقاو كيتسائلوا، واش نتي مع هذا ولا مع هذا ولا مع حتى شي واحد؟